جربت الكسرة تاع الفرينة والله يسموها فطير. المهم هذه يقولوا لها كسرة كاطو، ويا ريتني ما جربتها لانها صح ادمان بزاف بنينه، تذوب في الفم، هشيشه بزاف تذوب في الفم، وما غلطوش كيسميوها كسرة كاطو. وشي تحب البسوس بزاف. المهم تبعوا الوصفه كما راح نمدها لكم في الفيديو، ورجعوا لي بالخبر اذا عجبتكم ولا لا. بسم الله. راح نسحقوا في هذه الوصفه 2 كيلات تاع الفرينه. انا درت هذا البول تاع الشربه، وهذه الكميه دارت لي قرصه كسره كبيره بزاف، ونحيت شوي من العجين حشيته. دوك في الاخر نوريكم كيفاه جا. ندير مغرفه صغيره سكر، مغرفه صغيره خميره الحلويات، ومغرفه صغيره خميره الخبز. هنا نزيد الملح، ديروا الكميه لكم حابينها تاع الملح. وهنايا درت فنجال تاع الزيت، يعني نص الكيله تاع الزيت. انا هنا كيلت بالفنجال برك، نتوما الكيله اللي تكيلوا بها ديروا نصها زيت. وكل ما بسستوها تجي مليحه، ما تروحوش ما ديروش فيها بزاف الزيت ومن بعد تقولوا واي جات كيلاستيك. اصلا كسره تاع الفرينه تحب بزاف تتبسس. هنا جبت نص كيله تاع الماء دافي ونلم العجين. انا درت النص تاع الكميه هذه، ما درتش هذا الماء كامل. نضيفه ونشوفه. هنا بعد ما لقيتها طرات، ما تطريوهاش بزاف، راح تجي كيما لاستيك. خليوها شويه حكمه روحها كيما هكذا. كي تجي مبسه وحكمه روحها راح تجي هشيشه تذوب في الفم وتجي تقرمش. وكل ما تبسوهاش مليح ولا تكثروا لها الماء مش حتجي مليحه خلاص. هنا بعد ما ريحت لي العجينه 10 دقائق، لازم تخليوها تريح 10 دقائق. نحيت منها شوي وجيت ندير القرصه الاولى. نفتحوها بسمك يكون شويه رقيق، لانه من بعد كي طيب راح تنفخ. فيها الخميره تاع الخبز وخميره الكاطو. انا نحب نفتحها فوق هذا السيليكون باش يعني نهزها بسهوله. المبتدئات فتحوها فوق بابي كويسون ولا سيليكون. هنا نثقبها ونديها ديريكت طيب. انا طيبتها فوق الكريبيير، تجي بزاف هايله وما تديش بزاف الوقت. وبعد ما تحمر لي من تحت نقلبها. واذا لاحظتوها دارت هذوك الفقاعات، بعد ما تقلبوها اثقبوها شويه في بلاصه الفقاعات بالعود الاسنان. وبعد ما طيب الكسره ديروها في هذاك البلا تاع البيتزا باش تبقى محافظه على القرمشه تاعها وما توليش طريه. وهنا حبيت نوريلكم العجين هذاك اللي نحيته واش درت به. حشيته ثاني جا روعه. يعني اللي تحب دير هذا الوصفه تحشيها والله تجي هايله. شوفوا كيف جات. جات مبسه هايله كيما قلت لكم، ونعاود لكم ناكد لكم بسوها مليح. هنايا نقسم لكم الكسره وتشوفوها كيف جات ما شاء الله تذوب في الفم. وما كان لا يجيو يقولوا لي ذوك الكسره يجي كيما لاستيك، ما تجيش. نتوما ديرولاش بزاف الزيت على ذيك ما تجيكمش بزاف طريه. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم، جربوها وعينيكم مغمضين راح تعجبكم بزاف بزاف. وبسلامه الى فيديو قادم.